السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا التقرير الإخباري الجديد، وهذه هي التفاصيل. لفظت مياه البحر جثة شاب يبلغ من العمر 28 سنة وينحدر من منطقة أزرو بأيت ملول، وأخرى ليافع يبلغ من العمر 16 سنة من حيث راس بإنزقان، وذلك على مستوى شاطئ الدويرة بجماعة إنشاد غرب إقليم شتوكا أيت باها. وكانت مياه البحر قد ابتلعت أمس السبت 4 أشخاص دفعة واحدة، وبعد أن تمكن سباحون من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 14 سنة وتنحدر من أيت ملول، لفظ البحر في اليوم ذاته جثة الغريق العشريني قبل أن يلفظ اليوم الأحد جثة اليافع، فيما لا يزال شخص رابع في عداد المفقودين. وفي خبر آخر، تمكنت عناصر دركية مكلفة بمراقبة الشريط الساحلي صباح اليوم الأحد من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 120 رزمة من مخدر شيرة وسيارة نفعية من نوع مرسيدس، وذلك على مستوى شاطئ الضاوي بجماعة وقيادة شتوكا بإقليم الجديدة. وأفاد مصدر دركي لجريدة إسبريس الإلكترونية بأن الكمية المحجوزة من مخدر شيرة خلال هذه العملية النوعية بلغت حوالي 4.5 طن من الطن.